اوكي، دي حاجة جديدة دي. اكيد كوكو اللي مطلعها بره هنا عشان تعمل شوية رياضة ولا حاجة. ده الفيديو رقم 15. وامبارح اتكلمنا على السلبيات اللي حصلت من تنزيل فيديو كل يوم. بعد ما نزلت دلوقتي 15 فيديو، هل في اي فايدة عادت عليا من تنزيل فيديوز كل يوم او باستمرار؟ هل استفدت باي حاجة في الموضوع ده؟ خليني النهاردة اقول لك. خليني بقى اقول لك من اجمد الايجابيات اللي شفتها، وده اللي انا كنت متوقع انه يحصل، من ان انا ازنق نفسي اصور كل يوم فيديو واعمل له اديت وانشره، وبعد كده اطلع الشغل بتاعي بجانب ان انا افضي وقت للعيله، لمراتي، لادم، وقت ان انا اكلم اهلي في مصر. فمن الايجابيات اللي حصلت ان انا بدات اتحرك. يعني انا طول ما انا كنت مستني اي توبيك لفيديو او اي موضوع فيديو انزله، في نفس الوقت اقعد افكر كتير ان الفيديو لازم يبقى بيرفكت ولازم يبقى جامد، واحاول بقى ان انا اعمل هنا وهنا، فبتاخر في التنزيل والاديت والتصوير، وكنت بكسل اعمل حاجات كتير. ففي حاجات كتير عايز اعملها، منهم مثلا الجراج ده مثلا عايز يتروق، في حاجات في البيت لازم انجزها، في حاجات في حياتي عايز اتكلم عنها، بس بقول ايه، لا في فيديو انت صورت نصه مثلا من اسبوع، فده لازم ايه تصور النص التاني وتنزله. فبدات اكسل الديلي فلوجينج او التصوير كل يوم خلاني فعليا اتحرك، خلاني اقوم من النوم في حاجه مثلا عايز انجزها، اقول اوكي دي مثلا ماتيريال حلوه، خامات حلوه، الواحد يصورها بحيث اللي يشوفها هو كمان يتشجع ينجز كام حاجه في حياته. فمش لازم ابقى كرييتيف قوي بحيث ان انا تبقى الكواليتي رقم واحد، لا انا اهم حاجه ان انا ابقى منتج اكتر، ان البرودكتيفيتي عندي او كثره الانتاج. اجي مثلا انزل فيديو واجي اعمل حاجه معينه اقول ايه، هي اي نعم مش عجباني 100%، بس هي بنسبه 80% حلوه، يلا مش مشكله، اتكل على الله. فده من الايجابيات رقم واحد. يعني انت تحس انها ملويه، يعني اللي هو مش عاجبني الفورم بتاعها بصراحه. بس كده، ده اللي قصدي عليه. الشكل هنا مش عارف، مش عاجبني، بس عادي يعني. الفيشه دي تحط هنا، اوبس، تحط هنا. معايا 20 متر، اقدر في اي وقت اطلع السلك بره، ان شاء الله ممكن اوصله البلكونه. عايز بقى مثلا استخدم اي حاجه كهرباء، اغسل العربيه، اعمل حاجه في الجنوط في الكاوتش وكده. طبعا الجراج ده هيتعمل يعني هيبقى في كل حاجه، في كل ركن هنا هستغل كل متر، كل سنتيمتر فاضي ان انا اعمل جراج خاص بيا. هيبقى زي ما نقول ايه، مفكات ومفاتيح وعدد. انا الحمد لله عندي عده ما شاء الله، يعني انا مبسوط بيها جدا، ولكن ما زالت هتزيد، لان دي اصلا من الحاجات اللي بتبسطني. يعني انا بخلي اي حد نفسه يجيب لي هديه في عيد ميلادي، في اي وقت مثلا بقى في عيد، بخلي اي حد يجيب لي عده. طبعا من الايجابيات البسيطه اللي طبعا متوقعه، ولنفترض في حالتي انا زي ما قلت، ان طبعا عدد المشاهدات زاد، عدد التفاعل زاد، عدد السبسكرايبر زاد، وفي نفس الوقت طبعا الربح او الفلوس اللي بتيجي من الفيديوهات والسوشيال ميديا طبعا زاد. بجانب لحد دلوقتي يعني لسه ما حصلش، ولكن ده بيزود طول ما انت مستمر وبتنزل فيديوهات يوميه، كميه الايميلات اللي بتجيلك كسبونسر فيديو، يعني او حد عنده برودكت معين او منتج معين عايزك تعمل له مثلا ريفيو ولا حاجه. فده طبعا يعني مع الوقت بيزيد. لحد دلوقتي لسه ما حصلش اي حاجه، ولكن انا متوقع في الايام الجايه بتزيد، لان وانا بنزل فيديو او 2 أو 3 ماكس في الشهر، فما زال كان بيجي لي ايميلات واسئله كتير ان انا اعمل يعني ريفيو او حاجه زي كده. ده غير طبعا ان فرصه ان يجي لك سبونسر تعمل له هو فيديو بقى في المكان بتاعه وتاخد مثلا مقابل مادي حلو جدا، اللي هو زي ما نقول اساس المصدر الرزق بتاع السوشيال ميديا. فده طبعا مع كثره الفيديوهات بيزيد. رايح فين؟ رايح فين؟ يلا بابا. انت مالك فيصت ليه كده؟ هتنام ولا ايه؟ انت متكتف كده ليه؟ الجو ساقع معلش. كالعاده زي كل سنه جايين نجيب من هنا، اوعى كوكي راسك كده، اوعى الشجره بتاعت الكريسماس علشان نزينها وكده، وادم بقى ايه يبهدلها ويوقع كل حاجه فيها. اوه Außerdem ist das eh eine heidnische Gesellschaftsdings, also. الشجره جت اهي. ايه يا بابي، خلاص هنمشي يا بابي. كنا عشان نجيب شجره جبنا بالمره ساعه حائط جميله يعني هي جميله في الكرتونه، زي ما اعرفش على الحيطه تبقى شكلها عامل ازاي. ده اللي بيحصل، ده بتيجي عشان تشتري حاجه معينه بتلبس في حاجات تانية، ده الطبيعي يعني. ولا يا كوكو صح؟ Ja.
ومن طبعا الاجابات او اخر حاجه في الاجابات عايز اقولها، ومن اجمد الحاجات اللي حصلت، كميه السعاده اللي انت بتبقى فيها ان انت بتعمل حاجه بتحبها وخلاص بقيت شايل من دماغك ايه العائد او ايه النتيجه اللي جايه منها. انا خلاص بعمل حاجه بحبها ومتقبل ان اللي هيتفرج عليها هو كمان معجب بالحاجه اللي انا بحبها، مش شرط اعمل حاجه لناس معينه تحبها. فاهم قصدي؟ يعني ده بفرق بينه وبين ان انت تاخد اليوتيوب كشغل اساسي ليك كبير جدا. لما تاخد اليوتيوب هو شغلك الاساسي الكامل، بتصحى الصبح تفكر في اليوتيوب وتنام تفكر في اليوتيوب وعايز منه رزق، فطبعا بتحاول تعمل فيديوهات بتتكلم عن توبيك او موضوع مثلا ترندي، او الفيديو نفسه يبقى عن حاجه ترندي او اكل معين. مصر طبعا ما شاء الله الترند بتاع الاكل بقى هو يعتبر رقم واحد، المحتوى رقم واحد في مصر، ومفيش مشكله منه اصلا ان انت ما تلاقي حاجه ترندي الناس بتكسب منها فلوس، ليه لا ما تجربهاش يعني دي حاجه جميله جدا. ولكن اللي انا بعمله عكس ده تماما، فانا خلاص ما بقيتش منتظر اي عائد اي نتيجه، انا خلاص بعمل مستمتع بكل لحظه بقضيها في التصوير والايديت والفلوجينج. الموضوع ده عامل لي سعاده يوميه ان انا بقيت صاحي مبسوط. يعني حتى مش عارف ايه موضوع الفيديو اللي اصوره النهارده، احيانا بكون عارف ولكن ابقى مبسوط جدا. البطارية دي بتشحن، ولكن هنا في بطارية تانية كبيرة تقريبا مليانة. ايوه زي الفل. كوكو في حاجة في البيت عايزاني برضو اخرمها يعني في الحيطة وكده، فاخد معايا دي واخد معايا ده. Ich filme. Bitte schön. تمام كده يا حاجة؟ كده؟ كده يا حاجة؟ كده كده؟ هنعمل ده كده ونقفل ده كده 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 كده. ايوه ايوه بس هاتي بقى جربي انتي يلا. كل ده عشان المكنسه، علشان ادم بيه دايما بيوصل لها وهي عايزه تعلقها تبقى سيف. وريني كده. سليتشون سليتشون. يوا Das ist ja easy peasy. Lass mich noch mal. المشكله بقى ان ادم ممكن يجي يقوم عامل ده كده، فاهم؟ خلاص طلع. Dog status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big Corvette.